لو انت ازهري فازاي تراجع كيمياء في الفتره اللي جايه وتعمل ايه بالظبط، سواء خلصت المنهج او لسه. هنجاوب ان شاء الله عن كل ما يخص الماده النهارده، والنهارده ميعادنا مع تاني فيديو وتاني ماده الا وهي الكيمياء. الترتيب ده على حسب مزاجي بس مش اكتر يعني. امتى تبدا مراجعه الكيمياء؟ تعمل ايه لو خلصت الماده، وتعمل ايه لو ما خلصتش الماده؟ لو مراقب حاجه تلمها ازاي؟ تلمها دلوقتي ولا الفتره اللي جايه ولا بعدين في فتره المراجعه؟ هل في رسومات بتيجي في الامتحان ولا لا؟ نظام الامتحان بيبقى عامل ازاي؟ امتحاني انا كان عامل ازاي؟ ايه انسب الكتب ليك كطالب ازهري؟ ارشح لك مين من المدرسين تشترك معاه او تتابعه في فتره المراجعه النهائيه. فورقه وقلم بقى وركز معايا في الكلام ده. بس قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تدخل قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. اول حاجه معانا الا وهي امتى تبدا مراجعه كيمياء. ده هيبقى على حسب حاجتين، والحاجتين دول معتمدين على المدرس اللي انت معاه سواء اونلاين او اوفلاين. فلو المدرس اللي معاه خلص المنهج او شغال بسرعه يعني خلاص قرب يخلص، يعني ما عادش غير حاجات بسيطه جدا، فهنا انت لازم تستنى تخلص المنهج الاول وبعدين ابدا في المراجعه. يعني هتذاكر الدروس الجديده اللي انت بتاخدها عادي جدا زي ما بتذاكر، وبعدين هتحل عليها من كتاب الاسئله اللي معاك او زي ما بتحل عادي. واول ما تخلص اخر درس وتحل عليه، تحل على الباب بتاع العضويه كامل، تبدا بقى في فتره المراجعه النهائيه وترجع تجيب تاني من اول باب. ازاي بالظبط هقول لك بعدين. لو بقى المدرس بتاعك ماشي براحته او لسه لك كتير في المنهج، هتعمل ايه؟ هتخليك برضه ماشي بتذاكر الجديد اول باول وتحل عليه، زائد هتبدا انت مع نفسك ترجع تاني تجيب القديم. يعني مثلا كل ما تيجي تذاكر درس من الجديد في الكيمياء، هات اول درس او درسين في الباب الاول مثلا. مش لازم خالص تضيع اليوم كله على الكام درس دول، لا خالص، يكفيك بس انك ترجع تقراه، تحل كام سؤال عليه، تفتكر بس الدرس ده كان فيه ايه او ايه معادلاته او قوانينه او جت ازاي اصلا. اظن انت فاهمني. كده كده هتعيد على الكلام ده كويس تاني فتره المراجعه النهائيه، فما تقلقش، ما تستعجلش خالص، اهدى، ما ينفعش تتوتر تقعد تقول انا متاخر او مش هلحق. يعني عموما بقى بعد كل الكلام ده او في المتوسط يعني تبقى بادئ مراجعه نهائيه في نص شهر 4 مثلا، ممكن قبل كده او ممكن بعد كده على حسب. تاني نقطه معانا، هتعمل ايه لو مراكم حاجه عليك وتلمها دلوقتي ولا قدام ولا تستنى تجيبها في فتره المراجعه النهائيه؟ ده برضه هيبقى على حسب حاجتين، انت مراكم كميه كبيره ولا مراكم كميه صغيره، يعني درس درسين ولا باب بابين ما فتحتهمش اصلا. فلو انت مراكم جزء صغير جدا زي مثلا درس او درسين ومن زمان، يعني مثلا من الباب الاول او الثاني وانت في الباب الخامس دلوقتي، استنى هاتهم في المراجعه النهائيه وما تضغطش نفسك فيهم دلوقتي. لو على الجزء ده بس فهو سهل جدا يتلم في فتره المراجعه النهائيه. طيب لو بقى مراكم درس او درسين من دلوقتي، يعني مثلا انت في الدرس الثالث في العضويه ومراكم الدرس الاول والثاني في العضويه برضه لسه ما ذاكرتهمش او ما فتحتهمش اصلا، فلا دول لازم تذاكرهم دلوقتي قبل ما تذاكر الجديد كمان، لان غالبا مش اكيد بس غالبا بيبقى الباب كامل مرتبط ببعضه. فارجع تاني هات الدروس اللي فاتت من كتاب الشرح او من مصدر المذاكره اللي معاك، ده لو انت فاكر الشرح او حضرت الدرس. ولو مش فاكر الشرح او ما حضرتوش اصلا، هات اي مدرس انت بتحبه من على اليوتيوب، او لو انت مشترك مع حد فهتلاقي المحاضرات دي موجوده اوريدي معاك، فارجع تاني اسمعها، بس حاول تضرب سرعه الفيديو في 2 علشان تنجز جامد يعني. ده كله لو انت مراكم حاجه بسيطه. لو انت بقى مراكم جزء كبير جدا من المنهج زي مثلا باب او بابين او اكتر او اقل ايا كان يعني، فدول لازم تاخد فكره عنهم قبل فتره المراجعه النهائيه. ما ينفعش تستنى خالص يوم فتره المراجعه النهائيه، على الاقل تعدي عليهم مره واحده قبل المراجعه. هتحط لنفسك كل يوم ساعه ساعتين او يا عم نص ساعه على حسب انت ايه نظامك، وارجع هات درس واحد او درسين من الباب اللي متراكم ده. هتقولي يا نص ساعه ولا الساعه ولا الساعتين دول هيكفوا ان انا اجيب درس كامل واذاكره وافهمه؟ هقول لك لا، انت هات كروته، مش انت اللي هات كروته، لا انا بقول لك كروته، شقلب وقلب بمعنى اصح. انت بس بتاخد فكره عن الدرس، بتاخد فكره عن القوانين والمعدات اللي فيه جت ازاي او جت منين اصلا او بتستخدم ازاي او امتى استخدمها او شكل الاسئله اللي على الدرس ده بتبقى عامله ازاي. هتخبط سرعه الفيديو في 2 وركز كويس جدا، يعني افهم كل كلمه من الدرس او المحاضره من الفيديو بس، مش لازم تفتح الكتاب وتقعد توقف كل شويه وتعلم بقى في الكتاب وتعيد وتزيد على المعلومه، لا اسمع بس فيديو الشرح وبعدين افتح كتاب الاسئله اللي معاك، حل بس كام سؤال او هات فيديو لحل اسئله، شوف المدرس ازاي بيحل اسئله الدرس ده. وعلى فكره كله بيفضي لنفس النتيجه في الاخر. وكده تقريبا نبقى خلصنا كلام عن الحاجات المتراكمه. لو فاتني حاجه او في حاجه نسيت اتكلم عليها اكتب لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله. وبالمناسبه لو الفيديو فاتك باي حاجه لحد دلوقتي، ما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وتعمل لايك للفيديو، ويا ريت برضه تكتب كومنت عن ايه المشاكل اللي انت بتواجهها في الفتره دي، علشان غالبا ده هيبقى موضوع فيديو بعدين. ونيجي بقى لموضوع الرسومات. الكيمياء مش زي الاحياء، بمعنى في الاحياء كان بيجي لك انت ترسم الرسمه، اما في الكيمياء هيجي لك الرسمه وانت بس هتتسال عليها. علشان اكون صريح معاك انا الصراحه ما اضمنش هيجي لك رسمه او تتسال عليها ولا انت اللي هترسم الرسمه من بابها اصلا. كده او كده الموضوع ده مش هيفرق معاك في اي حاجه، انت مطلوب منك تذاكر رسومات المنهج كلها سواء جالك ترسمها او جالك اسئله عليها. طبعا انت بتحفظ الرسمه بالبيانات اللي عليها وكل المعدات اللي عليها. واكيد يعني اهم الرسومات من غير كلام كتير هي اجهزه العضويه. يعني لو هتيجي رسمه غالبا هتيجي منهم، حتى لو السؤال ما جالكش في رسمه فممكن يجي لك في سؤال اختياري او سؤال مقالي يسالك على حاجه في الرسم من غير ما تبقى الرسمه موجوده اصلا. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا بالنسبه لكم انتم، وهي مش مهمه خالص ولا هتفيدك باي حاجه، الا وهي نظام الامتحان.
انا بس عاوز افهم حاجه، انت هتستفيد ايه لما تعرف ان امتحانك هيجي سهل ولا صعب، هيجي طويل ولا قصير، اللي حاطه السنه اللي فاتت هو اللي هيحطه السنه دي ولا اتغير؟ ايوه هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه، هتوتر نفسك وخلاص. انا عن نفسي ما عنديش مشكله ادور او اكلم ناس واشوف الامتحان هيبقى عامل ازاي، بس انا كده هبقى بضحك عليك وبلعب على مشاعرك بس، لان انا عارف اصلا انك بتدور على الكلام ده وبتسال مدرسينك كلهم عن نظام الامتحان هيبقى عامل ازاي، هيجي صعب ولا سهل السنه دي. بس ده للاسف يعني كده اسمه غباء. هل لما اقول لك ان امتحانك هيجي سهل ولا صعب انت كده هتزود انتاجيتك مثلا، او خلاص بقى عرفت انت هتذاكر ازاي وهتمشي ازاي بالظبط؟ انت كده بتضحك على نفسك. اصل اقول لك على حاجه، انا نفسي ما ادورش على نظام امتحاناتي هيبقى عامل ازاي او مين الناس اللي هيحطوه، سواء اللي حطوه السنه اللي فاتت او اتغيروا، ما كانش هيفرق معايا في اي حاجه. انا اوريدي بذاكر سواء عرفت مين اللي هيحط الامتحان او ما عرفتش، فما كنتش شاغل بالي بموضوع ملوش لازمه زي ده. بص هقول لك على حاجه، انت عارف ايه الفرق الوحيد بين اللي داخل الامتحان عارف الامتحان هيبقى سهل ولا صعب، وبين اللي داخل يتفاجئ او ما يعرفش نظام الامتحان هيبقى عامل ازاي؟ ده لو انتوا طبعا مذاكرين نفس المذاكره بالظبط، معادله واحده بمتغير واحد. الفرق الوحيد هو انك هتحل الامتحان اسرع منه من 5 ل 10 دقائق بس. يعني لو الامتحان مثلا ساعتين انت حليته مثلا في ساعه، هو يحله في ساعه و10 دقائق بالكتير قوي يعني. ده لو انتوا نفس كل حاجه بالظبط، ما عدا بس انت عارف نظام الامتحان هو مش عارف، هو دخل اكتشف النظام. وده اللي انا كنت بعمله على فكره، وكنت بطلع اول واحد من اللجنه، مع اني كنت ببقى داخل الامتحان ما اعرفش بالظبط ايه النظام اللي انا هقابله. بالنسبه بقى لمستوى الامتحان بتاعي فهو كان حلو جدا. ايوه امتحان الكيمياء بتاعي كان كويس جدا، واستغربت على فكره لما لقيت كذا حد دخل يكلمني يقول لي هو الامتحان بتاع الكيمياء بتاعكم حقق كان صعب. لا مين قال كده؟ هو ما كانش صعب، وانا بس نقص درجتين استهتار مني في ورقه الامتحان. يعني انا مسلم الورقه وعارف ان انا هنقص الدرجتين دول، لاني يعتبر ما كنتش ذاكرتهم اصلا فتره المراجعه ولا رجعت عليهم، فانا كنت عارف كويس انا عامل ايه بالظبط في ورقه الامتحان، ومسلم الورقه اول واحد في اللجنه والدنيا كانت تمام خالص. يعني هتقول لي ازاي انت مسلم الورقه وعارف ان انت في درجتين غلط عندك؟ هقول لك انا ما كنتش ذاكرت النقطتين دول، فمهما عصرت دماغي مش هيجوا، فما تشتتش نفسك. ونيجي دلوقتي للكتب الاحسن ليك كطالب ازهري. اولا كده بلاش خالص كتاب الطيب، لان هو طيب فعلا. يعني هتحس ان انت بتحل والدنيا تمام وكويس وكل حاجه، بس انت مش بتستفيد اي حاجه. كتاب اسئلته سهله جدا، حتى المثال اللي فيه يعتبر 90% منها تعويض مباشر. يعني لو امتحانك حتى جه سهل هيبقى اصعب من الاسئله اللي فيه، فما تضيعش وقت فيه في الفاضي. تقول لي ازاي يا عم؟ ده في ناس بتقول ان الامتحان مش هيخرج منه كلام من ده. هقول لك ما انت هتعوضه بالبدايل اللي هقول لك عليها دلوقتي. فقدامك بقى يا معلم كتاب المرشد، والاهم هو الجزء بتاع امتحانات البوكلت اللي في الاخر، مش الجزء اللي في الاول. يعني حتى لو عرفت تصور جزء امتحانات البوكلت اللي في الاخر من غير ما تجيب الكتاب كامل او اللي يريحك يعني. وتاني واهم كتاب معانا وعن تجربه شخصيه الا وهو كتاب المراجعه النهائيه بتاع الازهر بتاع مستر خالد صقر. ده بقى انت لو جالك كتاب من المريخ فهتلاقي في كتاب مستر خالد صقر اسئله من النوعيه دي، ولو جالك طبعا امتحان هايف هتلاقي برضه اسئله من النوعيه دي، وطبعا في اسئله معقوله جدا. يعني انا اقدر بكل بساطه جدا اقول لك ان الكتاب ده متكامل، ودول يكفوك على فكره كطالب ازهري. وانا على فكره ما حلتش غيرهم وكام صفحه كده من مذاكره المراجعه النهائيه بتاعه المدرس اللي انا كنت معاه، بس يعني وما كنتش كملتها. ارشح لك مين بقى من المدرسين تتابعه او تشترك معاه في فتره المراجعه النهائيه بدون منازع وبدون كلام كتير؟ مستر خالد صقر، لانه بيهتم جدا بالازهر ويحل معاك شوامل سنين سابقه. وعلى فكره اسئله المقال اللي في المذكره بتاعته بتبقى من كتاب الطيب، فانت كده هتبقى ضمنت ان انت حل كتاب المرشد وبعض الاسئله المهمه اللي من كتاب الطيب ومذكره مستر خالد. والاهم من ده كله ان هو هيخلص لك في ميعادك، فدوس وانت مطمن. وانا عن نفسي كنت عملت كده واشتركت معاه في فتره المراجعه النهائيه. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده، واظن ان انا ما نسيتش حاجه. فلو انت حاسس ان انا نسيت حاجه اكتبها لي تحت في الكومنتات، او ابعت لي على انستجرام هسيب لك اللينك بتاعه تحت على طول في وصف الفيديو، او ده اليوزر نيم بتاعي انا اخوك الكبير يعني، ما تترددش ان انت تبعت لي. وما تنساش برضو زي ما قلت لك تدخل قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. وكان معكم دكتور محمد عزازي طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.